سفاح الجيزة هو شخصية دموية بتستخبى ورا قناع التدين، ومحاكمته شغلت الرأي العام كله في مصر والوطن العربي. هي قصة بشعة قبل ما تكون جريمة. وعاوز اقول لكم حاجة، ان شخصية السفاح اللي ارتكب الجرائم ديت كلها كان جاري ومتربيين مع بعض واحنا عيال صغيرة في المنطقة. ومش عايز اقول لكم ان كل الناس كانوا بيقولوا عليه ايه، ده رمز الاستقامة، بس اللي عمله بيفوق تفكير البشر. فما تاخدش الناس بالمظاهر، لان المظاهر خداعة، واللي عمله السفاح من جرائم كانت مرعبة. فتعال معايا عشان نتعرف على قصته من البداية للنهاية. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. القصة تفاصيلها غريبة شوية، ووقتها شغلت الرأي العام، واللي ارتكبها السفاح من قتل 4 من الضحايا ويمكن اكتر كمان من غير ما حد يعرف ولا يحس، ودفنهم في بيته بكل بساطة ومن غير ما يتكشف امره على مدار كذا سنة. وكان سفاح الجيزة واسمه قذافي فراج عبد العاطي، بيشتغل محامي واتخرج من كلية الحقوق، وبدل ما يدافع عن الحق استغل ثغرات القانون في انه ينصب على الناس ويغشهم. الراجل ده معقول قدر يخدعكوا كده؟ هو ما خدعناش احنا بس، هو كده من الواضح ان هو خدع الدنيا كلها. في ناس تانية كتير قوي مخدوعة فيه. حضرتك لو روحتي الشارع بتاعه اللي هو ساكن فيه بتاع والدته، انا شفت حاجات يعني مهزلة، نفس اللي احنا كنا معتقدينه فيه في البداية. ده واحد ما بيظهرش عليه اي علامة مريبة، كان عنده شبه يعني تأتأة كده في الكلام، وبيجمع الكلام بالعافية، ما بيسلمش على الستات بإيده، عامل نفسه دايما مدي لنفسه دايما صورة ومظهر رجل ان هو رجل محافظ ومتدين محترم، بيصلي، يعرف الحرام والحلال. ده ظاهريا. احنا قذافي ده دخل علينا كده دخلة غريبة. قذافي ده مش مرة واحدة كان بيتقدم وبيترفض، ده اكتر من مرة. كان منظره الاول غريب وعجيب، كان عنده لحية طويلة وكان بيلبس جلابية قصيرة كده وتحتها بنطلون، يعني كمظهر من مظاهر التدين والالتزام. وكان ليه صاحب عمره هو المهندس رضا عبد اللطيف، كان بيشتغل في دولة عربية، وكان صاحبه المتغرب في بلاد الغربة بيشتغل ويبعت الفلوس لصاحبه عشان لما يرجع يلاقي حاجة يعيش منها. وكان بيبعت له كل فلوسه عشان يستثمرها في العقارات والمباني زي ما أوهمه إنه بيشتغل في المقاولات. وصاحبه كان معتبر صديقه محل ثقة، لأن صداقتهم من كذا سنة، وما كانش يعرف بأن المحامي هو نفس النصاب المحتال وهتكون نهايته على ايديه. وخدعوا السفاح وخد كل ممتلكاته بعد ما اقنعه وعمل له توكيل رسمي عام بإدارة كل أمواله وممتلكاته كلها في مصر. وحس صاحبه إن قذافي بيضحك عليه، فقرروا إنه يرجع من البلد العربي اللي كان بيشتغل فيها ويطالب السفاح بكل ممتلكاته وأرباحه. وتعب السنين في الغربة، وكان بيشتغل كذا سنة في الدولة العربية، وجت فترة تعب فيها من رجله ومبقاش قادر على الشغل، فقرر إنه يرجع مصر تاني. ورجع صاحبه واستقبله السفاح في المطار وعزموا على الغدا عشان يتكلموا ويصفوا قصة الفلوس اللي بينهم. وما كانش فيه حل غير إنه يتخلص منه. وعمل حيلة السفاح عشان يتخلص من صاحبه، عمل الأكل وحط فيه السم، وبعد كام دقيقة لفظ صاحبه أنفاسه الأخيرة. وكان ده في محافظة الجيزة، وكان السفاح بيسكن في شقة في الدور الأرضي في بولاق الدكرور، وكان حافر حفرة في أرضية الشقة على عمق 2 متر في أوضة من الأوض، وكان محضرها من قبل كده عشان يتخلص من صاحبه عشان ما يطالبهوش بفلوسه اللي عليه. وبعدها بعت لعيلة القتيل رسالة من تليفون القتيل المهندس رضا، وبعت رسالة لمراته وقال لهم إن الشرطة قبضت عليا وأنا راجع من المطار، وأنا مش عارف أنا فين وإيه اللي هيحصل ليا. وفضلت عيلته تدور عليه، والسفاح نفسه بيدور معاهم لأنه صاحبه. وبعد فترة من البحث ولكن من غير فايدة خالص، بدأنا رحلة البحث، وللأسف كان معانا السفاح بيبحث معانا
يعني بيوهمنا ان هو قلبه على صديق عمره يعني. بعدها بيومين جت رساله من تليفون غريب ما نعرفوش، راحت لاخوه في السعوديه: انا اخوك رضا، مسكت في مدرعه بالغلط مظاهره ومش عارفين هم موديني على فين. طبعا هو يعني اكتشفنا بعد كده ان السفاح هو اللي كان بعت الرساله دي، وده اسلوبه موضوع الرسائل مع كل جرايمه، ان هو بيحاول يبعد الشبهات عن نفسه ويحاول يوجه الاهالي المجني عليه ان هو يمشوا في اتجاه بعيد عنه. ونيجي لتاني ضحيه من ضحايا السفاح، وهي مراته فاطمه زكريا اللي سرقت منه مبلغ 45,000 جنيه. سرقت مراته المبلغ وهربت من البيت علشان كانت فاكره ان السفاح هيتجوز من واحده تانيه. وبعد محايلات عشان ترجع الفلوس رفضت مراته انها ترجع الفلوس، وهنا ملقاش حل تاني غير انه يقتلها. فراح سممها، وكان عنده فريزر حطها في الفريزر بعد ما قتلها، ونقلها للشقه اللي دافن فيها صاحبه، وعمل حفره جنب صاحبه ودفنها في اوضه تانيه، ودفن جنبها كل الفلوس والذهب اللي سرقته، عشان يثبت لنفسه انه ما قتلهاش عشان خاطر الفلوس، ولكن قتلها عشان ينتقم منها على اللي عملته معاه. وبعدها راح وعمل محضر سرقه في مراته انها سرقت فلوسه. وبعدها اتعرف السفاح على بنت اسمها نادين اشتغلت عنده في المكتب، وقامت بينهم علاقه غير شرعيه، وكانوا متفقين على الجواز، ولكن رفض انه يوفي بوعده ويتجوزها. ومن البجاحه بتاعته اتقدم عشان يتجوز من اختها واسمها فاطمه الزهراء. وكانت البنت بتحبه بجنون، فهددته انها تفضحها قدام اخته واهلها. فقام السفاح وقتلها وتخلص منها قبل ما تفضحه. قتل السفاح اخت مراته فاطمه الزهراء ودفنها جنب صاحبه ومراته، وبعت رساله لاهلها بيبلغهم على لسانها انها سافرت فرنسا مع منتج للاعلانات كان متفق معاه القذافي عشان تعمل فيديوهات. وكان الاتفاق انها مش هترجع غير لما تخلص مده العقد، ومدته 3 سنين هناك، ولكن ديت كانت خطه عشان يقدر يتخلص منها. بالله ونعم بالله. حضرتك كنت ما تعرفيش ان هي توفت؟ انا بنتي المفروض ان بنتي في فرنسا من شهر 3 بالتحديد 3/2015. طويلة بيض جميلة. انا ولادي مؤثرين، انا عايزاكم تتحروا عني في المنطقة بتاعتي. دي بنت واحدة؟ دي بنت قذافي؟ بنت قذافي دلوقتي بنتي انا. ربنا يخليك. وبدأ السفاح يلم كل حاجة عشان يسيب الجيزة، وقرر انه يسافر الاسكندرية يعيش فيها عشان يبدأ هناك من جديد. وبدأ يتعامل ببطاقة شخصية باسم المهندس رضا عبد اللطيف صاحبه اللي قتله. وفي الوقت ده عمل حوالي 10 بطاقات، وفتح محل كبير للأجهزة الكهربائية، واتعرف على ست غنية جدا اسمها ياسمين من العصافرة، وأوهمها انه هيتجوزها، ودخل بيتهم وتعرف على أهلها، وطبعا باسم المهندس رضا عبد اللطيف، وخد منها مبلغ كبير من الفلوس. وحست الست الغنية انه نصاب كبير ومحتال وبيخدعها وبيكذب عليها، فطلبته بكل فلوسها اللي خدها منها والا هتفضحه. ورفض انه يرد اي فلوس، ولكن بعد ما حس انها هتفضحه وهو مرتكب جرائم كتير قتل قبل كده، كلمها وعرفها انها تاخد اجهزة كهربائية بقيمة الفلوس اللي ليها، وحدد ليها ميعاد عشان تاخد البضاعة بدل الفلوس. ولكن الست قبل ما تروح تقابله كانت مبلغة حد من صاحباتها انها رايحة عنده. ولما وصلت عند السفاح مخزن الأجهزة كان محضر حديدة، راح ضربها على راسها لحد ما لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت. وزي عادته كان محضر حفرة وقام ودفنها في مخزن الأجهزة الكهربائية. بعدها بفترة اتعرف على دكتورة اسمها نهى، واتفقوا على الجواز، وراح اتقدم لأهلها برضو باسم المهندس رضا عبد اللطيف صاحبه اللي قتله، وفعلا اتجوزوا. وبعدها بشوية حصلت خلافات بينهم واتفقوا على الطلاق. وفي يوم راح لبيت الدكتورة نهى وهم مش في البيت، وسرق كل الذهب اللي في بيتهم. وعرفت الدكتورة نهى وبلغت الشرطة بأوصاف الذهب، وبدأت الشرطة تدور على المهندس رضا اللي هو السفاح قذافي. وراحوا لبيت المهندس رضا، فقالوا أهله المهندس رضا مختفي من فترة. ولما شافوا صورة السفاح قالوا لا، ده مش المهندس رضا،
وبدأت الشرطة تدور على السفاح، وبلغوا محلات الذهب بأوصاف الذهب. وفي نفس الوقت كانت الست اللي قتلها في المخزن وكانت معرفة صاحبتها بلغت صاحبتها الشرطة عن السفاح وهو في محل الذهب. بلغ صاحب المحل الشرطة، جت الشرطة وقبضت على السفاح واستخرجوا جثة الست من المخزن بتاع الأجهزة. وبعدها بدأ السفاح يعترف عن الجثث اللي دفنها في الجيزة، وقامت الشرطة واستخرجت الجثث من الأماكن المدفونة فيها، وتم محاكمة السفاح والحكم عليه بالإعدام، واللي صدرت ضده 4 أحكام بالإعدام. وهي ديت النهاية لكل واحد يفكر إنه يقتل نفس حرم ربنا قتلها عشان خاطر الفلوس. ولازم إن احنا نتقي ربنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا عشان ما تكونش النهاية سيئة. الحلال بين والحرام بين، وللأسف بقى كل شيء مباح مع غياب الأخلاق والدين من حياتنا، مع انتشار الفساد في كل مكان. بتمنى ان تكون القصة عجبتكم واستفدتم منها، ولازم ما تديش الثقة للناس وتخلي ثقة عمياء، وخلي بينك وبين الناس حاجز افضل ليك وليهم. وفي نهاية الحلقة مستني تعليقاتكم على الحلقة، وعاوز اعرف رأيكم في سفاح قصتنا النهاردة. ورجاء ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا ليكم.